قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلا، ملائكة تسير في الأرض فضلا، عندها فضول، تتلمس مجالس الذكر، تبحث عن هذه المجالس. بعض الناس في بعض المجالس في بعض المناسبات إذا شاف واحد يذكر بالله قال: يا أخي ترى كثرتوا علينا، ترى كل مجلس وأنتم تذكرونا، يا أخي خلاص هذه نسمعها. لكن لو درى بفضل هذا الحديث ما تكلم بهالكلام. قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا تتلمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما مثلي أنا وأنت الآن يذكرون الله تنادت الملائكة فيما بينها أن هلموا إلى حاجتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجلس معهم الملائكة. طالع يمين يسار تشوفون الملائكة؟ ما نشوف، هذا في علم الغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الأمر. قال: فتجلس معهم الملائكة. طيب كم عددهم؟ 10 20 يملؤون المسجد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يملؤون ما بين الأرض وما بين السماء الدنيا. هذا الملائكة. قال: فإذا فرغوا من المجلس، بعد شوي نطلع، صعدت وعرجت الملائكة إلى السماء، فيقول الله وهو أعلم بهم: يا ملائكتي أين كنتم؟ فتقول الملائكة: يا رب كنا عند عباد لك في الأرض يفعلون 5 أشياء احفظوها. كنا عند عباد لك في الأرض يسبحونك، قولوا سبحان الله، ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويسألونك. فيقول الله: وماذا يسألونني؟ فتقول الملائكة: يا ربي يسألونك جنتك. فيقول الله: هل رأوها؟ احنا لما جينا وجلسنا احنا شفنا الجنة. فتقول الملائكة: لا يا ربي لم يروها، أي ربي ويستجيرون من نارك، الله يجرنا وإياكم من النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربي لم يروها. فتقول الملائكة أيضا: أي ربي ويستغفرونك، قولوا استغفر الله. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا أول فضل. فإني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما يسألون، اللي هي الجنة. والله لو لم نخرج من هذا المجلس إلا بأن الله يكتب لنا الجنة لكفى. وأجرتهم مما يستجيرون. فتقول الملائكة: يا رب بينهم فلان عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة. فيقول الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.